من غازي عنتاب الكاتب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو، صباح الخير وأهلا بك معنا على شاشة الحدث. سيد أحمد، يعني المعارضة وصلت جنيف وستشارك في هذه المفاوضات كما نتابع كبادرة حسنية. كيف تقيمون المشهد حتى الآن وما السيناريوهات المتوقعة بعد أو خلال هذه المفاوضات؟ المعارضة وصلت متأخرة لكنها وصلت، ويبدو أن المعارضة في موقف لا تحسد عليه، فقد استطاعت الوسائل الضغوط العالمية أن تضغط باتجاه حضورها، مع أن كل الوعود التي قيلت من أجل بوادر حسنية لم ينفذ منها شيء حتى الآن، وبقيت المعارضة في جنيف الآن تنتظر تطبيق إن لم يكن كل هذه البوادر الحسنية، على الأقل بعضا منها، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يوحي بأن هذا النظام الذي يمارسه هو والروس القتل اليومي لا يبدو أنه في صدد تنفيذ أي بوادر. وما يجري على الأرض اليوم في دمشق، ريف دمشق، وأيضا في ريف اللاذقية، ريف حلب، وفي ريف حماة، يؤكد أن هذا العنف يستمر بقوة أكثر وبهمجية أكثر. وبالتالي يعني وضع المعارضة الآن في جنيف لا أعتقد أنها في موقف مريح، وإنما هناك ضرورة يبدو أنها موجودة في جنيف، لأن هناك ضغوط دولية، لأن أن السياسة لها دور، ولكن الأرض أيضا تفرض أدوارا أخرى بالضرورة. نعم صحيح، ولكن يعني سياسيا أفهم منك سيد أحمد أنه هامش الخيانات أمام المعارضة ليس بالكبير. بكل تأكيد أنا لا أعتقد أن هناك هامش كبير، والمعارضة ذهبت وهي محرجة بالتأكيد. لسان حال الشارع السوري اليوم لا يريد ولا يأمل خيرا من هذا المؤتمر في جنيف، ويعتقد ولسان حاله يقول، وهناك استطلاعات الرأي كثيرة قد حصلت في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام تؤكد أن الشارع السوري غير متفائل على الإطلاق بنتائج مرجوة من هذا المؤتمر الذي ضم بين ظهرانيه الكثير من أصحاب السلطة الذين يدعون بأنهم معارضة. استطاعت روسيا أن تؤكد وجودها عبر فرضهم في هذا المؤتمر، ووجودهم سواء كانوا في جلسة مؤتمرية في قاعة واحدة أو مؤتمرات أو قاعات مختلفة. لا شك أن وجودهم بحد ذاته هو بشكل من الأشكال تأكيد للدور الروسي فيما تريد روسيا أن تفرضه. وهو أيضا يشير بكل تأكيد إلى مسألة يقولها الشارع السوري أيضا ويقولها المحللون، أنه كيف يمكن لإنسان أو لدولة تمارس القوة ضد الشعب السوري وتمارس العدوان اليومي أن تكون حكما في النتيجة. كيف يمكن أن تفرض أو أن تشير أو أن تقول هذا يحضر وهذا لا يحضر، وهي التي أخذت مجال الاستعداء اليومي بالقتل للجماهير السورية. وهذا الكلام الذي تقوله هنا وهناك بأنها تضرب داعش ليس صحيحا على الإطلاق، وهناك إحصائيات تؤكد أن نسبة أكثر من 80% على الأقل هي ضد الناس المدنيين وضد الناس الذين ليس لهم علاقة لا بالإرهاب ولا بداعش ولا من لفها بالتأكيد. نعم، كل هذا الآن روسيا لها الدور. سيد أحمد، كل هذه المعطيات وهذه المواقف الدولية السياسية التي تدعم النظام إلى أي مدى يعني بالفعل بتقديراتك أو توقعاتك يعني إلى أي مدى بالفعل من الممكن أن يخرج النظام اليوم منتصرا من هذه المفاوضات؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون منتصرا في يوم من الأيام، لأن جماهير سوريا قد لفظت هذا النظام إلى غير رجعة، وهناك عمل عسكري يقوم به
إيران وروسيا معها على الأرض ومعهم حزب الله. هذا العمل العسكري لا شك أنه ساهم في الواقع الميداني بتغيير الصورة نسبيا لصالح النظام، وهذا ما كان مرجوا منه من قبل اتفاق حصل تحت الطاولة بفترة سابقة بين الروس والأمريكان من أجل إعطاء دور أكبر ومن أجل التحقيق على طاولة المفاوضات ما يمكن أن ينعكس بالضرورة ميدانيا. ولكن الواقع يؤكد على أن النصر بالتأكيد للشعوب وليس لإرادات الدول القاهرة للشعوب. النصر بالتأكيد، وهذا قانون الطبيعة وقانون الحياة، والعلم يؤكد على أن الشعوب عندما تخرج لتقول لا لنظام يقتلها يوميا فبالتأكيد لابد أنها ستنتصر، ولكن ليس الآن لأن يبدو الأمور لم تنضج بعد من أجل الوصول إلى حل سياسي مرضي للناس، كل الناس. أنا أشكر لك هذا المشاركة. نعم، نحن بطبيعة الحال سنبقى بمتابعة لتفاصيل هذه المفاوضات يعني كلها. أشكر لك هذا المشاركة معنا. إذن من غازي عنتاب كن ضيفي الكاتب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو. ميدانيا أعلن في سوريا أن شيوخ العشائر والقبائل التي تقاتل تنظيم داعش في الجبهة الشرقية من دير الزور والحسكة